اسمي رقية محمد، منسقية مؤتمر ستار بعين عيسى. من هنا اليوم ظل كم يوم وراح يدخل علينا 8 آذار عيد المرأة. العيد اللي أهدتنا إياه الكلارا زيكتين الرفيقة اللي ناضلت حتى نصل لمرحلة 8 آذار وناخذ عيدنا بكل مستحقاته. نحب نهنئها بهالمناسبة، مناسبة عيد 8 آذار، عيد المرأة، عيد كل امرأة ضحت، عيد كل أم شهيد ضحت بابنها وفلذت كبدها مشان احنا ناخذ حريتنا. عيد المرأة اللي أهداها إياه القائد عبد الله أوجلان، اللي ساعدنا بفكره وفلسفته انه نوصل لهالمرحله هاي من الحريه، اللي اعطانا، اللي ضحى بحريته الجسديه في سبيل احنا ناخذ حريتنا وناخذ مكاننا بالمجتمع. يعني احنا هنا مؤتمر ستار عين عيسى عندنا النساء يعني بشكل ملحوظ لاحظنا تطور. يعني اليوم صارت المرأة مبدعة، المرأة صارت بساحات القتال، صارت تبدع حتى بساحات القتال. اليوم صارت هذا عيد لكل أم، لكل أخت، لكل جدة. اليوم احنا بهالمكان هذا كان يعني المكان اللي أعطانا إياه القائد عبد الله أوجلان، إن شاء الله احنا راح نحافظ عليه. وتهنئة مني لجميع نساء العالم انه كل عام وهن بألف خير، للامهات اللي ضحن، اللي حاربن قساوة الظروف، اللي حاربن العادات والتقاليد الباليه، النساء اللي وقفن على جبهات القتال ليحمن مكتسبات ثورتنا، للي حاربت السلطويه الذكوريه الذهنيه، اللي علمتنا الادب والاحترام، اللي تستحق هي تكون في القمه. هي تستاهل اللي تكون هي زهرة ومناسبة يعني بهالعيد هذه. أتمنى تكون هي الزهرة، هي اللي تكون زهرة اللي تفتح على المجتمع كله. هم ظلموها لما قالوا المرأة نصف المجتمع، لا، المرأة هي كل المجتمع. ومن مكاني هذا أحب أبعث تهاني لقائدنا، القائد الحرية، القائد عبد الله أوجلان. بهالمناسبة هذا أقول له كل عام وأنت بقلوبنا، كل عام وأنت راسخ بقلوبنا وذاكرتنا بفكرك وفلسفتك، بحريتك اللي قدمت لنا إياها وضحيت بحريتك، على أساس إنه إحنا راح إن شاء الله نكمل على خطاك، وراح نخليك تفتخر بينا إنه تقول إنه أنت ضحيت بحريتك مشان إنه إحنا نطلع بهالمرحلة هاي، وإن شاء الله راح نكون عند حسن ظنه. لطيفة الساير، لجنة تدريب مؤتمر ستار في عين عيسى. بداية نهنئ ونبارك مناسبة عيد المرأة 8 آذار لكل مرأة، خاصة جميع النساء شمال وشرق سوريا، مناسبة عيد المرأة العالمي. وهذا عندنا يوم المرأة العالمي يوم مقدس، يعني لأنه يوم عيد المرأة العالمي. وقت هذا النهار المرأة انظلمت، كان من جميع المكونات وكلنا انظلمنا بنفس هذا النهار، حتى وافقونا عليه من جميع الدول، حتى حطونا برسمالية يوم المرأة العالمي. ونبارك ونهنئ للمرأة العالمي يوم 8 آذار. وحاليا نحن فاتحين دورة للرفاق، إذا كان كومين أو رفيق في المؤسسات بمؤتمر ستار، مناسبة زاد إنه المرأة بالمنزل، لأن المرأة بالمنزل حاليا يديرها الرجل، مو مثل المرأة بالمجالس هي تدير نفسها بنفسها، لا، المرأة بالمنزل يديرها الرجل. مشان هيك نحن نفتح دورة مشان الذهنية الذكورية للرجال، مشان التوعية، خاصة الرجال كانوا ماخذين عنا فكرة غلط انه دار المرأة انه مرأة ما يعرفون شنو كان شغلنا، انه بس يفكروا للشكاوي. لا، نحن هيك، بالعكس نحن توعية. ليش نقول المرأة؟ لأن المرأة هي مؤسسة العائلة، العائلة تبدأ من المرأة. مثلا اقول له انت يا رفيق انه الرفاق تطلعون انتم من الصبح ما تجوا للمغرب على المنزل، بس حاليا بالمنزل يوجد المرأة من الصبح للمغرب وبكل وقت. المرأة الصالحة تصلح العائلة، انه العائلة تبدأ بالمرأة. ما كانت انه المرأة هي تدير العائلة، رغم انه الرجل هي يوجد بالعمل، يعني ما عنده علم عن العائلة. بس نحن نقول المرأة توعية للمرأة، للعائلة، للأفراد، للأخلاق، لكل شيء. حاليا هدفنا نحن من الدورات للرفاق هو هدفنا انه توعية خاصة للمرأة. هدفنا للرفاق، احنا من طريق الرفاق الذهنية الذكورية نقدر نصل للمرأة بالقرى، قرى عين عيسى. ونحن مع ان شاء الله انه مع مرور الوقت قدرنا نستطيع نشيل الذهنية الذكورية عند الرجال. اكبر مثال انه اليوم متواجدين هنا نحن نعطي دروس اللي هم يعني للرفاق، وفهموا
انه شنو انه دار المراه، شنو يعني حريه المراه. وقت قاعد نقول حريه المراه، حريتها بالفكر، فلسفه القائد وصل المراه للطريق وهي تكمل. بس انا وقت قاموا نقول انه هي تكمل حريه المراه بس بالفكر والفلسفه، ريتها تتطور نفسها. وان شاء الله مع قدوم الايام انه المراه انه تصير عندها استطاعه تقويه، نشوفها ريتها انه تفتح ما تضل ساكته عن الظلم. هسه اكثريه النساء يعرفون انه بس الطبخ، لا مو بس الطبخ، انت دورك مو بس الطبخ، انت فعاله، انت عندك اراده، انت طبيبه اذا ما تدرين، انت ام اذا ما تدرين. يكفي انه الجنه تحت اقدام الامهات. سلطه فيها سلطه فقط، ما فيه شيء نظام ديمقراطي، وما فيه شيء اداره ديمقراطيه، ما فيه شيء حريه الراي، ما فيه التعبير، ما فيه هيك شيء. فيه قانون ونظام فقط. لازم الرئيس مثلا بعدها بيجي النائب، وطبعا نظام الرئاسه المشتركه ما فيه ابدا كنظام الحالي في عنا. في رئيس، في نائب، وهيك بتمشي الدوله. مثلا الشعب شو بده، مصلحه الشعب شو هي، اراء الشعب ناحيه امور السياسيه، امور الاقتصاديه، امور الاداريه، امور المجتمع، امور هاي كل شيء ما في. يعني الشعب ما بيقدر يعطي اراءه ابدا. شعب الحكومه طبعا السلطه شو بطالع القوانين، خلص هالشعب. الأمة الديمقراطية كل شخص بيخطر على باله شو شغله. فانتم لما بتسمعوا هالكلمه، وانتم موظفين كمان في منكم بيشتغلوا بالاداره وبالكومين، هي كلها مؤسسات تابعه للاداره الذاتيه. لما حدا بيقول لكم أمة ديمقراطية شو بيخطر على بالكم؟ يعني بس رفيق اثنين يحكوا لنا شو بيجي على بالكم لما بتسمعوا هالكلمه أمة ديمقراطية شو؟ الأمة الديمقراطية هي أخوة الشعوب. الأمة الديمقراطية يعني ميلة لشخص واحد، للسجان مكون عربي وكردي. الشيء بده بياكله، بيعرف إنه جاع، يعني هو بحاجة ليغذي حاله، بيروح على الغابة بيجيب شيء بياكله. يعني حياته هيك طبيعية، ما فيها شيء، ما له واضح مثلا هذا ابن مين، هاي بنت. عم بصير هجمات بالشكل يومي، يعني بصير على عين عيسى اللي عايشين هون بتشوفوا مثلا على كوباني، على قامشلي، على دربسبية، ديريكي، كافة لا. هدف من هالهجمات شو هو؟ احيانا الرفاق بيفكروا بيقولوا هالهدف عجب شو؟ ليش عم بيهاجم؟ هو عم يهاجم نهجنا، هو عم يهاجم نموذجنا، هو عم يهاجم الأمة الديمقراطية. ليش عم بيهاجم؟ عم بيشوف يعني كيف ما عن جد يعني حاولوا يحطوا الفتنة بين العرب والكرد، حاولوا يحطوا الفتنة بين الآشور والأرمن، حاولوا بكل الطرق بس حتى ينكسر هذا النموذج. بس حتى ينكسر، حتى نقدر فعلا نعمل شيء صح، لحتى نقدر فعلا نعطي شيء صح لمجتمعنا. وإذا بدنا نخدم مجتمعنا بالأساس لازم يكون الرأي متوحد. إذا الرأي ما يكون متوحد ما رح نقدر نعمل شيء. بصراحة نفتخر بهالمرحلة هاي. موجود كل المكونات، واحنا هيك عم ناخذ دروس، عم نعيش مع بعضنا بالمؤسسات، اخوه متحابين. مكان فخر بصراحه يعني. بس لكن كأمة ديمقراطيه، كالعيش المشترك، كحريه الراي، نحسن نروح على اي دائره، على اي مؤسسه نناقش